اليوم حقيقة وحنا بصدد لقاء تواصلي للمرأة الجبهوية في إطار فعاليات الاحتفاء بالذكرى 27 لتأسيس حزب جبهة القوى الديمقراطية. هذا اللقاء عنده طعم خاص، كما أن اللقاءات الأخرى اللي انطلقت من طنطان والسمارة وفاس إلى غير ذلك عندها كتعبر على التوجهات السياسية لحزب كيعبر على حساسيه مجتمعيه باثق منها وكيدافع على مصالحها، وهي الفئات المهضومه الحقوق من الناحيه السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه. اليوم حقيقه المراه الجبهويه اللي صاحب الجلاله وسع المصالحه اللي تشملها بما لحقها من حفظ طيلة عقود من الحياة الوطنية. اليوم حقيقة المرأة الجبهوية عبرت على أنها في طليعة الاهتمام بالقضايا المجتمعية المصيرية، واللي في صلبها المرأة المغربية كتشكل بما لها أولا من قدرات ديال المساهمة في البناء التنموي، ومن لها من الحقوق اللي حقيقة خصها ترفع عليها الحيف في عدد من الجوانب. اليوم هذا اللقاء ما كانش غير لقاء تواصلي، بل كان يوما ترافعيا للحقوق الدستوريه ديال المراه المغربيه، وتطرقنا الى نقاشات مختلفه صلبها وجوهرها هو ان تحرير المراه هو تحرير المجتمع بكامل. كاين التنظيمات ديال جبهه القوى الديمقراطيه منخرطه في مشروع وطني اللي هو مرتبط بالترافع على قضايا الوطن والمواطنين، وفي جماعه سيدي الطيبي بحال جماعات اخرى الاخوان والاخوات ديالنا كيديروا مجهودهم من اجل العمل من اجل تاطير المواطنين والتعبير عن المطالب المشروعه للساكنه.